ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا قصه النهارده تعالوا نكسب حسنات كتير ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قصتنا النهارده قصه النمله الشقيه. كان يا مكان كان في نملة صغيرة شقية جدا، ما بتسمعش كلام والدتها ولا تهتم لأوامر وتعليمات ملكة مملكة النمل. وفي يوم من الأيام طلبت الملكة من النملة إنها ما تتأخرش في ميعاد رجوعها للمملكة علشان ما تتعرضش للمخاطر والمشكلات. إلا إن النملة الشقية ما اهتمتش بنصيحة الملكة، وفضلت تجري وتلعب وتروح هنا وهناك لحد ما اتأخر الوقت وبدأ الظلام يسود المكان. وبعد مرور فترة قليلة من الوقت بدأت السماء تتجمع بالغيوم والجو ينزل بعاصفة شديدة جدا. استدعت الملكة جميع النمل حتى يسرعوا إلى جحورهم ويستخبوا من العاصفة الخطيرة. كما أمرت حراس المملكة بإغلاق جميع الأبواب جيدا لحماية النمل من المطر. وصلت النملة الشقية متأخرة، فرفض الحراس فتح الأبواب تنفيذ لأوامر الملكة. فخافت النملة الصغيرة جدا، خاصة بعد أن ازداد الجو سوء واشتدت الرياح وظهر البرق في السماء وسمعت صوت الرعد المخيف. فضلت تعيط النملة الشقية وهي خايفة ومرعوبة، وسندت على الباب المملكة أملا في أن تجد من ينقذها من العاصفة. وفي وسط كل اللي بيحصل ده كانت الملكة بتراقبها، فأمرت الحراس إن يفتحوا ليها الأبواب ويدخلوها لأنها كانت فقدت الوعي من شدة الخوف والبكاء. اعتنت الملكة بالنملة حتى فاقت واعتذرت لها كتير من عدم سماع كلامها وأوامرها، ووعدتها إنها مش هتكرر شقوتها دي مرة تانية أبدا ومش هتتأخر مرة تاني. نتعلم من قصة النهاردة إننا نسمع كلام الكبار ونسمع كلام بابا وماما. ليه؟ لتجنب المخاطر اللي ممكن تحصل لنا، لأنهم عارفين أكتر مننا وخايفين علينا. يا رب تكون قصة النهاردة عجبتكم. باي باي يا أصحابي.